في ايه يا سيف؟ انت هتفضل قافش كده؟ على فكره ما جراش حاجه لكل ده، ما تكبرش المواضيع. شكرا. عفوا. امال ريهام فين يا سيف؟ ما نزلتش ليه؟ نازله دلوقتي. طبعا، ما هي هربت من تحضير الفطار، اصل انا خلفتكم ونسيت. انا ممكن اساعدك يا مريوم، عايزه ايه؟ بس انا اخري شاي. يلا يا جماعه عشان ناكل. طب يلا انا جاي. صباح الخير. ايه البوز اللي على الصبح ده؟ هو لسه قافش؟ يا دي السفريه النحس دي بقى غريب قوي. ايه نظامكم النهارده يا جماعه؟ مش هنروح البحر ولا ايه؟ لا انا مش نازل النهارده. ولا انا كمان. طيب انا وهاني اوت عشان احنا هنروح نخرج شويه وبعد كده نتغدى بره. بجد؟ بجد ما تعملوش حسابنا بقى. ده ايه الرخامه دي؟ ماشي، انتوا الخسرانين. ننزل احنا عالي. ماشي سهله دي، بس انا شايف اننا بنتفرق كده، فايه؟ ناكل بقى. شكلك مش في المود خالص. دي حقيقة. هو انت وسيف لسه قافشين؟ مراد حكى لي على اللي حصل امبارح. شوية. ممكن اتكلم معاكي في حاجه؟ على فكره سيف بيحبك قوي. سيف لو ما كانش بيحبك ما كانش اتخانق عشانك امبارح. انا عارفه. انا بس يمكن انت مثلا مش عارفه تهندليه. أهندله؟ بتقولي هندله؟ انا قصدي يعني ممكن يبقى عنده مشاكل في حياته دلوقتي، بيراجع حساباته في حاجات كتير، ستريس عادي زينا كلنا. على فكره انا قعدت واتكلمت معاه، هو بجد طيب قوي. هو الموضوع بس محتاج منك انت شويه ذكاء. انا عارفه ان انت ذكيه كده كده، بس يعني هو محتاج شويه ذكاء وهدوء عشان الدنيا تتلم وتظبط. وانتي من قاعدة واحدة بقى قدرتي تفهميه وتعرفيه كويس؟ وانا اللي بقالي معاه سنين غبية، صح؟ لا انا ما اقصدش يا ريهام كده خالص. انا قصدي بس يعني انا بقول لك رايي، عايز تاخدي بيه خدي، مش عايزه خلاص. احتفظي برأيك لنفسك، ميرسي على الإضافة. ما قريتش حاجه والله. مالك انت بس قافشه كده ليه؟ عامه انت اصلا اكتر واحده تعرف سيف وتعرف دماغه، واكيد كده كده هيهدى.